المغرب الفاسي. فريقين عندهم الامكانيات حتى ان يقدموا طبق كروي. وهنا بالمركب الرياضي محمد الخامس صوره تذكاريه لفريق الرجاء، كذلك تابعنا لفريق المغرب الفاسي اللي غيقودوا تقنيه الفيديو خلال هذه المباراه. فريق المغرب الفاسي سيدخل بالمجموعه التاليه اللي لعب بها المدرب دافيد فادو، فهي نفس التشكيله اللي كيدخل بها خلال هذه المباراه. تعطى الطريقه ديال المواجب بلال ولد الشيخ اللي بدر بنون، انطلاق على مستوى الجنوبنا لكن الكره بعيده شيئا ما خارج ارضيه الملعب. وضرب فريق المغرب الفاسي حاول التدخل من انس الطاهري، هذه محاوله تسديده لكن الكره بعيده. ادم النفاتات بعيده. نتابع من جديد هذه الفرصه وهذه المحاوله لفائده صلاح الدين شهاب بان الكره او فريق الوداد تنزل هدف مقابل هدف واحد في الوقت. هذه الفرصه والمحاوله لفائده فريق الرجاء، تسديده تدخل دائما خطوره متواصله، فرصه كره في القائم. نتابع من جديد هذه الفرصه وهذه المحاوله. مشات الكره عند اللاعب بلال ولد الشيخ يسدد بكل قوه لان الكره كانت عرضيه. المتابعه ديال ادم، فرصه ومحاوله لفائده فريق الرجاء بعد مرور 3 ديال الى جانبه كذلك اسماعيل الخافي. نتابعوا تسديده بلال ولد الشيخ قوه ولكن تصدي كذلك كان قريب فريق الرجاء من الوصول للشباك ديال صلاح الدين شهاب. كانت محاوله سانحه للتسجيل لفريق الرجاء في بدايه هذه المباراه. وادريسي الودغيري كره طويله، سفيان بن جديده تدخل دفاع، فرصه لفائده فريق المغرب الفاسي، محاوله تغطيه لفريق الرجاء. هلال الفردوسي كيلعب كره طويله على مستوى الجهه اليمنى. هناك المتابعه ديال محمد بولكسوت، بدر بنون لاعب اللي كان عنده تجربه رفقه فريق قطر القطري، مشات الكره في الجهه اليمنى. محمد بولكسوت تمريرات في المباراه اللي جمعت الرجاء امام الدفاع الحسني الجديدي. هذه فرصه محاوله تمريره في البحث عن لاعب خلال هذا الموسم اللي اكيد كل فريق يبحث انه يحقق نتائج ويحقق انتصارات، ولما لا اكيد بسرعه لادم نفاتي تسديده، فرصه الكره بالراس، تدخل وابعاد الكره وابعاد الخطوره. تمرير هذه فرصه ومحاوله لفائده فريق المغرب الفاسي، ترفعت كره الراسيه والهدف الاول لفائده سفيان بن جديده. تمريره عند اللاعب ارتور، رفع الكره ولاعب فريق المغرب الفاسي. تابعنا المرتد السريع وهذا هو اللي ذكرت بان هل هناك شيء اللي حال دون قبول الهدف السريع، لانه انطلق هنا لما ضاعت الكره لهلال الفردوسي، انطلق المرتد السريع. القرار الان حكم اذا يلغي الهدف. مبريكا مشات كره في اليسرى، يوسف بالعبري محاوله تمرير، تدخل وابعاد الكره لعشر مرات. لاعبين ديال فريق المغرب الفاسي كيحاولوا يغلقوا كل الملفات. لعبت الكره داخل منطقه الجزاء عند اللاعب اسماعيل خافي، لكن تدخل الدفاع للمراوغه دائما حتى الكره كيمر عند صابر بوغري داخل منطقه الجزاء. هذه فرصه لفائده فريق الرجاء لكن تغطيه حاضره. كان لاعب لفريق الرجاء وكان عنده تجربه طويله بالدوري القطري مع الخور وأوسلان، وكذلك لعب لفريق الجيش الملكي والكويت. فريق الرجاء انطلاقه ديال محمد بولكسوت على المستوى الجيد من امامه 3 ديال اللاعبين كيمرر، لكن الكره سهله في يد المدرب الاسباني لتحقيق نتائج قويه. عن الى مذكور كيرفع الكره لكن مشات مباشره. نتابعوا من جديد هذه الفرصه وهذه المحاوله، هذه التمريره اللي عند الى مذكور اللي يحاولوا يلعب بنون. هناك انطلاقه ديال محمد بولكسوت داخل منطقه الجزاء، فرصه لدى فريق الرجاء تمريره لكن كنقول لك سوء تفاهم مع صابر بوغري. محمد بولكسوت فرصه لدى فريق الرجاء، هذه فرصه لبحث الامكانيات التسديد، تسديده على مستوى المراوغات كذلك التمريرات. الحكم طلب مواصلات اللقاء، كان المطالبه بلمسه يد. الحكم بلال ولد الشيخ يسدد الرجاء. نتابعوا من جديد بولكسوت اشتاط الكره للاعب بلال ولد الشيخ، هنا التمويه يسدد والكره عفوا بين التأمين مهم جدا بالنسبه للحارس المرمى. هذه فرصه لانه كان انطلاقه ديال سفيان بن جديده، كره خارج ارضيه الملعب والكره في تابعوا من جديد التمريرات والبحث على انطلاقات ديال اللاعب سفيان بن جديده. عبد الله خفيف ليه صابر بوغرين كيلعب الكره طويله. هناك انطلاقه ديال محمد بولكسوت لكن صلاح الدين بولكسوت صابر بوغرين تمرير داخل منطقه الجزاء عند يوسف بالعبري تاع الرجاء. صعود بنون، صعود عبد الله خفيفي، الراسيه الكره مشات فوق المرمى. ومن جديد هذه المحاولات لعبت كره دائريه الراسيه ديال اسماعيل. حديث مع حكم بدر بنون اللي كيأكد الحكم المباراه بان صلاح الدين شهاب لمس الكره. نتابع من جديد هذا الفرصه مع اطوار هذه المباراه. اذا خطا
صابر بوغرين كيلعب الكره دائريه، الحكم المساعد رفع الرايه، الحكم المساعد تمريره ممتازه في اتجاه لاعب مروان اورو ممتازه، هذه فرصه محاوله من الفريق المغرب الفاسي، ولكن تمر اللاعب اسامه يصعد من اجل مسانده الهجوم ديال فريق المغرب الفاسي. كتابعوا تدخل ممتاز عبد الله امام لاعب الى مذكور للحارس مهدي الحرار، مرة أخرى محمد بولكسوت، وكانت تمريرة ما ننساوش كذلك الكرواتي توميسلاف، كلها تجارب يعني في السنوات الأخيرة بالنسبة للفريق المغربي الفاسي. غادي يحاول يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء، لكن تدخل للمدافع عبد الله خفيفي، كان سوء تفاهم مع فريق المغرب الفاسي. تمريره دي فرصه ومحاوله تدخل الحكم كيقول ما كاينش ولا خطا، كان سقوط ديال سيقوم بتغيير، مشات الكره في الجهه اليسرى. هذه فرصه يوسف العبري يرفع الكره، فرصه داخل منطقه الجزاء وكذلك عثمان الشريبي في الوقت تبع هذه الفرصه وهذه المحاوله، ترفعات الكره، تدخل صلاح الدين شهاب، كان البعبري يوسف العبري الدخول داخل منطقه الجزاء بالعبري الى جانب ادم النفاتي، نفاتي يرفع الكره البحث عن الراسيه ديال يونس الجاري، كثيره ترجموا على ارضيه الملاعب الوطنيه. اعتقد فهم لعبت الكره داخل منطقه الجزاء، كان ارتقاء ديال يونس النجاري داخل منطقه الجزاء كيبحث عن امكانيه تسديد يونس النجاري الى جانب صابر بوغرين كثر كيساعد تاخذ فرصه، ولكن مطالبه ضد الجزاء، الحكم كيطالب بمواصله فرصه والهدف. تمريره داخل منطقه الجزاء، هذا التدخل، الحكم طلب مواصله اللقاء، تسديده، كره تصل ليونس النجاري. اذا اكيد الا كنتابعوا لمسه يد على ادريس الجبلي، الحكم طلب مواصله اللقاء، كيقول ما كاين اي شيء، وصلت الكره للاعبي فريق الرجاء بهذا الهدف اللي جاء بعد ضغط متواصل. لاحظوا كره تقطمت. السلام عليكم. مباراة قوية لنادي الرجاء اليوم في البطولة المحترفة الأولى المغربية، حيث يواجه نادي المغرب الفاسي ثاني الترتيب ووصيف هذه البطولة حتى الآن ب7 نقاط بفارق الأهداف عن نادي الرجاء. المغرب الفاسي يطمح للفوز على نادي الرجاء لاحتلال صدارة الترتيب في البطولة المغربية الممتازة. كذلك نادي الرجاء يطمح إلى الفوز في هذه المباراة وانتظار تعثر نادي الوداد وكذلك نادي نهضة بركان إما بالخسارة أو التعادل ليتصدر وحيدا في البطولة المغربية الممتازة، حيث أن 4 أندية تتصدر البطولة ولكنها تبتعد في الترتيب بفارق الأهداف. نجد نهضة بركان الأول، ثم نادي مغرب الفاس، يليهم الوداد، ثم الرجاء رابعا بفارق الأهداف.